أسعد الله أوقاتكم سادتي وسيداتي أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي ميلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الغطاس بحفاوة كبيرة. إضافة فصول دراسية في المدارس لتقديم خدمات أفضل بالكاشبركة. جهود لمكافحة ومعالجة الأمراض في مديرية الدقية. بأوامر سرية الجيش الألماني ينسحب فجأة من غرينلاند. انخفاض عدد سكان الصين للعام الرابع على التوالي. 39 قتيلا وعشرات الجرحى في تصادم قطارين بجنوب اسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله. تم الاحتفال بعيد الغطاس اليوم 19 من يناير بحضور المطارنة والأساقفة ومسؤولي الأبرشيات وإدارات الرعاية وممثلي الكنائس، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وآلاف المؤمنين. وترأس البطريرك السادس وباب الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية قداسة البابا أبونا باسيلوس الأول القداس الافتتاحي في ساحة الفاتح من سبتمبر. بعد ذلك ألقى رئيس قسم التبشير في مكتب البطريرك الأب سيمون بياني محاضرة حول عيد الغطاس وأهميته الروحية ورسالته الأخلاقية، قائلا إن أعيادنا الدينية هي مكاسبنا التي تعزز كرامتنا الوطنية، مضيفا أن رسالته الأساسية هي أن يكون المواطنون أقوياء دينيا وأخلاقيا وأن يعيشوا في وئام ومحبة. وبعد أن رافق الكهنة وطلاب مدارس الأحد والمؤمنون من كنائسهم إلى مكان الاحتفال، قام معلمون دينيون بتزيينها، وقدم طلاب مدارس الأحد عرضا تحضيريا يعكس أجواء العيد. وأخيرا بعد صلاة وتقديم الآباء المباركين النصائح والبركات، بارك قداسة البابا أبونا باسيلوس جرن الغطاس من أركانه الأربعة، ثم عادت التوابيت إلى كنائسها. وبثت المراسم التي استمرت ل3 ساعات مباشرة عبر الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية. ذكر إن بناء المدارس والفصول الدراسية الإضافية في إقليم الكاشبركة يساهم بشكل كبير في توسيع وتحسين الخدمات التعليمية. وأفاد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الأستاذ ياسين محمد إن 1069 مؤسسة تعليمية من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية موزعة في 221 إدارة ضاحية تعمل بنشاط في محاولة لتوسيع الفرص التعليمية التي تقدم حاليا ل210 آلاف من الطلاب، من بينهم 95 ألف طالبة. وأضاف إن الحكومة قامت ببناء 20 مدرسة جديدة من مرحلة ما قبل التعليم النظامي إلى المرحلة الثانوية في العامين الماضيين فقط. كما قام المواطنون بمبادرة بناء رياض للأطفال و6 مدارس ابتدائية و3 مدارس متوسطة ومدرستين ثانويتين. وأشار إلى بناء المدارس الجديدة بأنه قد خلق بيئة تعليمية مريحة لحوالي 40 ألف طالب إضافي. وذكر في الختام أن 150 مدرسة تعمل بأقل من طاقتها الاستيعابية بسبب نقص الطلاب، في حين أن هناك مدارس في مدينتي تسني وبارنت وغردات تعاني من نقص في الفصول الدراسية. تم إنجاز عمل ناجح في مجال الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وعلاجها من خلال السيمينارات التي ألقيت في المؤسسات الصحية الواقعة في 21 إدارة ضاحية التابعة لمديرية الدقيح. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية السيد ولداب قبرز قادير إن الجهود المستمرة تبذل لرفع مستوى الوعي العام، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10% في المتابعة الطبية للحوامل، وزيادة بنسبة 5% في معدلات الولادة في المؤسسات الصحية. وذكر إن إدخال خدمات العلاج الطبيعي وعيادة العيون تساهم أيضا بشكل كبير في ضمان الصحة العامة وتقليل التكاليف، مضيفا أنه بحلول عام 2025 خضع أكثر من 400 مواطن لعملية جراحية في العين.
وأضاف أن من بين البرامج التي تم تنفيذها بالتنسيق مع اللجنة الصحية بناء غرفة لانتظار الحوامل في قحيته، وإصلاح البنية التحتية في مركز درعا الصحي، وتركيب معدات الأشعة السينية الحديثة في مستشفى الدقيح. ونصح السيد ولد أب المجتمع برفع الوعي والاستفادة بشكل صحيح من الخدمات المتكاملة، وحث النساء الحوامل اللواتي يعشن في المناطق النائية على الإقامة في غرف الانتظار حتى يمكن متابعتهن حتى الولادة. وحث المدير الطبي لمستشفى الدقيح الدكتور زقزاب كفلزقي حث في الختام كل مواطن على التوجه إلى مؤسسة صحية فورا حال الشعور بأعراض المرض، وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب في الوقت المحدد وبالكمية المناسبة. أفاد مسؤول الخدمات الصحية بمديرية بريخ السيد أمان حدش أن تغطية التطعيم للأطفال دون سن العام الواحد ازدادت بنسبة 3% في عام 2025. وذكر أنه يوجد مركز صحي واحد في صعدة كريستيان و3 مراكز صحية في صعد زقة وعد شماقلة وهزقة على مستوى المديرية، وإن عدد المرضى الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة ارتفع بنسبة 9%. وأضاف أيضا أنه تم إدخال مرفق حديث لفحص سرطان عنق الرحم في مركز صعدة كريستيان الصحي، وهو يقدم خدمات جديرة بالثناء. وفيما يتعلق بالصرف الصحي البيئي، قال إن 21 قرية نفذت بالكامل برنامج الصرف الصحي البيئي بمشاركة واسعة للمواطنين. وقال إنه تم فحص أكثر من 3000 مواطن للكشف عن إعتام عدسة العين، وخضع 70 منهم لعملية جراحية بالتعاون مع مستشفى نور العيون المرجعي الوطني. وأخيرا صرح السيد أمان أنه هناك خطط لفتح عيادتي العيون والأسنان في مركز سعادة كريستيان الصحي في المستقبل مع حل مشكلة نقص الغرف العلاجية، وحث المواطنين لتعزيز مساهماتهم في تطوير الخدمات الصحية على مستوى المديرية. سادتي، بعد الفاصل أعود بالأخبار الخارجية. أنهى الجيش الألماني مهمته الاستطلاعية في غرينلاند بشكل غامض، حيث رصد الجنود وهم يغادرون المطار سرا على متن طائرة مدنية. ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر قولها إن جنود الجيش الألماني تلقوا أمرا مفاجئا بمغادرة غرينلاند. وقال تقرير صحفي ألماني إنه تم الإعلان في اليوم السابق عن بقاء القوات لفترة أطول من المخطط لها، والآن يغادر الجيش الألماني بسرعة دون أي إعلان أو إشعار أو أي شيء آخر. وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في وقت سابق إرسال 13 عسكريا إلى منطقة نوك في غرينلاند في مهمة استطلاع عسكرية بالتعاون مع الدول الأوروبية. يأتي ذلك في ظل جدل دولي متصاعد عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سعي واشنطن السيطرة على الجزيرة. إلى ذلك عبرت 8 دول أوروبية في بيان مشترك بما فيهم ألمانيا عن تضامنها مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. سجلت الصين عام 2025 انخفاضا في عدد سكانها للعام الرابع على التوالي في مؤشر ديموغرافي مقلق يعكس أزمة المواليد المتفاقمة وتسارع شيخوخة المجتمع رغم سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الزواج والإنجاب. وأفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاء بأن إجمالي عدد السكان تراجع بمقدار 3.39 ملايين نسمة خلال عام 2025 ليبلغ نحو 1.4 مليار نسمة، وهو انخفاض أسرع مقارنة بعام 2024. يأتي هذا التراجع في ظل هبوط عدد المواليد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949. ارتفعت حصيلة تصادم قطارين فائقي السرعة في جنوب أسبانيا إلى ما لا يقل عن 39 قتيلا وفق حصيلة جديدة أكدتها وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد الحرس المدني في وقت سابق بسقوط 24 قتيلا على الأقل، بينما أكدت خدمات الطوارئ في منطقة الأندلس حيث وقع الحادث إصابة 25 آخرين في تصادم القطارين اللذين كانا يقلان مئات الركاب. وخرج قطار تابع لشركة إيريو متجها من ملقا في الجنوب إلى مدريد
عن سكته قرب أداموث الواقعة على مسافة نحو 190 كيلومترا شمالي ملقا، وانحرف إلى المسار المجاور حيث كان يسير قطار آخر فاصطدم به وأخرجه عن سكته أيضا، وفق ما أوضحت إدارة شبكة السكك الحديدية الإسبانية. قضى 15 شخصا على الأقل، وأجبر أكثر من عشرات الآلاف على ترك منازلهم جراء حرائق غابات واسعة ضربت مقاطعتي نيوبله وفيوفيو في جنوب تشيلي على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو حسب ما أفادت السلطات. واندلعت الحرائق خلال فصل الصيف الجنوبي الذي يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، ما ساهم في انتشار النيران بسرعة فائقة. ختاما سادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الغطاس بحفاوة كبيرة. إضافة فصول دراسية في المدارس لتقديم خدمات أفضل في القاشبركة. جهود لمكافحة ومعالجة الأمراض في مديرية عالدقيح. بأوامر سرية الجيش الألماني ينسحب فجأة من جرينلاند. انخفاض عدد سكان الصين للعام الرابع على التوالي. 39 قتيلا وعشرات الجرحى في تصادم قطارين بجنوب اسبانيا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.